بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلبي وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا بقى النهاردة روتين كده تحفيزي. تقومي كده تتنشطي، وعايزة اقول لكم الحمام ما خدش معايا ساعة زمن واقل كمان والله، بس عشان التصوير هياخد وقت شوية، لكن غير كده عايزة اقول لكم انا ما غبتش في الحمام خالص. نضفته وخليته زي الفل في وقت قصير. تمام. انا بقى هنا ايه كده. طبعا لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي غاده. اتمنى تشرفيني وتنوريني في القناه وتشتركي وتدوسي على علامه الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله كده، وتنضمي لعيلتي. انا بتشرف بيكم وبفرح بكومنتاتكم وكل كلامكم الحلو على راسي من فوق والله، اخواتي وحبايبي. طبعا انا هنا بقى ايه، غسلت هنا الاول السندات دي، انا بحط عليها الشامبو بقى. الحاجات ديت في حاجات ايه، الصابون بقى، الصابون اللي بتغسلوا بيه وشكوا ايا كان. بحط هنا بحط الحاجات ديت هنا على السندات ديت. ماشي. هنا بقى ايه، كنت غسلتهم خلاص وايه، وشلت بقى الشامبو والحاجات والصابون والحاجات دي شلتها منهم عشان اعرف اتحرك واعرف اتعامل. شلت بقى ال الفرش السنين، المعجون. فضيت الحمام خالص عشان اعرف يسهل عليا اغسل واعمل كل حاجة، والدنيا تبقى سهلة عليا. هنا بقى انا البانيو عندي حطيت فيه بقى كلور، وحطيت فيه اوكسي عشان ابدا بقى ايه، ان انا اغسل الحيطان. الحيطه دي ما فيهاش كهرباء، فانا بغسلها كده بالمكنسه عادي، وهشطفها عادي معاكم. تمام. هغسل بقى الجزء اللي فوق دوت كده بالمكنسه، لانه اصلا نجيف، مش عليه بقى ايه، مطرح مطرح بقى ما بتستخدمي الصابون او الشامبو بيعمل طرطشه على السيراميك وكده، يعني فاهميني؟ لا. فانا هنا بقى بصوا هغسل كده السيراميك من فوق بالمكنسه وايه، واشطفه عادي. بس الجنب اللي فيه الكهرباء، بجيب قماشة فيها كلور وصابون او اي حاجة انت بتستعمليها، وامسح من فوق يعني بحط كده في المساحة وامسح من فوق، وبعد كده بشطفها حلو او اعصرها، وامسح بقى تاني مسحة كده بتبقى زي الفل وبيلمع. لكن من تحت بغسله بالليفة، لان تحت برضو بيبقى تحت غير فوق. الجزء اللي تحت الاحمر ده عندي بيبقى مطرح الصابون والطرطشة الحمى وكده بالدش وكده، بيبقى فيه كده يعني طرطشة وكده، بيبقى شكله مش حلو كده، بيبقى فيه تجهيرة. فانا طبعا فوق انا بصوا كده، انا كنت بشطفه كده خلاص من فوق، وتحت بقى انا هغسله بالليفة. عايزه اقول الخلاطات دي طبعا غسلتها بالليفه كده. عايزه اقول لكم بقت بتلمع وزي الفل، بقت كده اكنك لسه جايباها من الراجل. تغسليها كلها، تغسليها تدعكيها كده كلها، اكنك تحلفي تقولي انت لسه جايبه الخلاط ده وحطاه. تمام. طبعا هنا بصوا بقى ايه، هنا الجزء ده عشان نضيف برضو ما فيهوش بهدله قوي. إيه غسلته كده بسرعه على السريع وشطفته. طبعا عايزه اقولك ان هنا بصوا برضك، هنا برضو نفس الكلام، يعني اللي بعمله ده انا بشارككم يومي، اللي بعمله عندي في البيت انا بشارككم اللي انا بعمله. طبعا تشرفيني وتنوريني، وطبعا كلكم امارات، كلكم زي الفل والله. انا مش بجود على حد ولا كده، لا انا زيكم ست بيت والله، وبنتعلم من بعض وبناخد افكار من بعض، وانا بتعلم منكم ومن اخواتي برضو كتير بتعلم منهم حاجات. فاحنا بنساعد بعض وبنشجع بعض. فيعني ناس كتير لما بتشوف روتين كده مثلا، تنظيف حمام، تنظيف أوضة، تنظيف مطبخ، الواحد بيتشجع. وحتى أنا على فكرة أنا ساعات كتير ببقى مكسلة، بس احنا بنشجعه بعض وبنحمسه بعض. بس الجزء ده بقى فيه كهرباء. تمام. والمراية ديت اللي في الحمام عايزة اقول لكم ان هي فيها كهرباء طبعا، لان فيها لمبة.
فانا عندي عقدة من الكهرباء طبعا، انا من وانا صغيرة. فعشان كده انا مش بجيب بقى مية هنا خالص. عايزه اقول لكم بصوا، حتى هنا امسح بقى هنا كده الاول بقماشه، بالقماشه كده مبلوله فيها كلور وصابون، وبعد كده بعصرها واشطفها واعملها بقى. وحتى الجزء ده طبعا بصوا، عايزه اقول لكم ما خدش معايا وقت وخلصت وعايزه اقول لكم الحمام بقى ريحته جميله. تمام، هو ما كانش ريحته وحشه برضو، بس ريحه كده المنظفات كده والديتول الكلور كل الكلام دوت بيفرق وبيدي ريحه حلوه كل يوم طبعا. وعايزه اقول لكم حاجه، انا مثلا لما بنضف الحمام كل يوم كده، اغسل الحوض، القعده، عزكم الله، يعني الحاجات دي كده، البانيو، وانضف الارض كده بالمكنسه وكده، واحط حبه كلور، حبه اي مسحوق انت بتستعمليه. عايزه اقولك وبسيب الشباك ده مفتوح، الارض تنشف وراح قافلاه. هنا بقى الشباك طبعا عشان في ناس جيراني برضو تحتيه، مراعاة ليهم انا مش هكب ميه. انا مره كبيت، هو محدش قال حاجه، بس انا ايه يعني، بلاش يعني احسن يعني، ممكن ميه تنزل عندهم ولا حاجه. فانا هنا بقى قلت امسحه برضو كده بالقماشه كده فيها كلور وكده. عايزه اقول لكم بقى بيلمع وزي الفل. حتى السخان برضو مسحته كده مسحه. كل الحاجات دي بتفرق على فكرة، وكل الحاجات دي طول ما هي بتلمع بتدي نظرة مبهجة ليكي، واللي بيدخل كمان بيبقى مبسوط نفسيا كمان. يعني الحاجة لما بتبقى بتلمع قدامك انتي نفسيا بتبقي مرتاحة، بتديكي مصدر سعادة والله. هنا بقى ايه برضو كده الجزء ده برضو كده غسلت اهوت كده على السريع. عايزه اقول لكم ايه، والله الحمام ما خدش مني وقت خالص. خلصت وكده، عارفه حاسه ان انا مبسوطه يعني نفسيا كده مرتاحه. طبعا أنا الحمام انا عملته جنب ان انا عملت غدا، ان انا قعدت ذاكرت لبنتي شويه وكان عليها حاجات خلصناها مع بعض. بنتي التانية برضو كان عليها حاجات بتخلصها، التانية كانت في الدرس كده، فالحمد لله. عايزه اقول كل يوم بيعدي كده الحمد لله، يعني ربنا يدينا الصحه والعافيه ويعيننا ويقدرنا عليهم بجد والله. ربنا يعيننا ويقدرنا على اولادنا يا رب، ونشوفهم احسن الناس، وربنا يعوضنا فيهم خير ان شاء الله باذن الله. هنا بقى ايه، كنت غسلت كده، جيت بقى هنا عند الحوض برضو غسلته. طبعا مش بعمل اي افتكاسات، بس والله احنا بنشجعوا بعض وانا بتشجع منكم وانتوا بتشجعوا مني كمان. على راسي من فوق اخواتي وحبايبي. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك القمر من ايدك الجميله، ماشي، وتنضموا كده وتكبروا لي كده عيلتي، والله تبقوا يعني تبقى على راسي من فوق والله العظيم، يعني اتشرف بيكم طبعا. هنا طبعا بقى ايه، كنت بغسل بقى الجزء ده. عايزه اقول لكم كنت بغسل جزء جزء كده واشطفه، ما حسيتش بيه خالص. وهو خلصت كده حاجة مهمة في البيت برضو، جنب ان انا عملت كسبت نفسي يعني. انا خلصت كذا حاجة، عملت غدا، عملت قعدت مع البنات، عملت كذا حاجة والحمد لله ايه كده ايه، خلصت الدنيا. كل يوم اخد حاجة جنب حاجة. يوم اصور لكم مثلا وانا بعمل الغدا وانا بذاكر العيال، او انا بطبقت غسيل وشيلته كده، يعني بشاركه يوم يعمل ازاي وبعمل فيه ايه، كل دوت بيفرق. الجزء بتاع البانيو اللي تحت دوت عايزه اقول لكم برضو غسلته، دعكته برضو، وهنا برضو القعده برضو غسلتها كده برضو غسله حلوه. تمام، وخليتها زي الفل. عايزه اقول لكم القعده من جوه يعني، البياض اللي انتوا شايفينه دوت هي القعده من جوه كده برضو. يعني انا دايما ايدي فيها، ما خليش حاجه عندي كده. وكل ده برضو على فكرة بيفرق في نفسيتك، يعني طول ما بيتك نضيف وزي الفل انتي بتبقي مبسوطة. وبيتك ده واجهة ليكي على فكرة، طول ما بيتك نضيف ده واجهة ان الست اللي جوه البيت ده ست نضيفة، وبتحافظ على بيتها وعايزة بيتها احسن حاجة وانضف حاجة. فعايزة اقول لكم ربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب كده، ويديكوا كل حاجة بتتمنوها يا رب، وانا من ضمنكم ان شاء الله. انا بتشرف بكل حد اشترك عندي في القناة، وكل حد كتب لي كومنت حلو. ربنا يجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطري يا رب.
ويخليكم ليا يا رب كده اخوات وسند. المرايه بقى اللي هي في باب الحمام من جوه ديت، انا مرضتش اغسلها بالميه. اكتفيت ان انا ارش حبه جلانس وامسحها. عايزه اقول لكم بقت بتلمع وزي الفل برضو. وهنا برضو المرايه دي، عايزه اقول لكم المرايات بتتاثر بالميه، فانا حطيت الجلانس كده ومسحتها وخليتها زي الفل. وكان عندي مفارش. المفارش ديت حطيتها برضو كده بتدي منظر جميل، ويعني تغيير. انا بحب اغير، ما بحبش افضل على حاجة، او فاهميني. ببقى عايزة دايما كده يبقى فيه تغيير. بيفرق كتير يعني بالنسبة لي، انا كمان بيفرق كتير. حطيت بقى الجل بقى والمشاط بقى دي بتاعت جوزي بيسرح بيها كده، كل حاجة بقى ايه حطيتها كده ايه بنظام. حفظكم الله. بس هنا كنت بصوا خلاص انا فنشت بقى كده الحمام خلاص. عايزه اقول لكم حتى بتاعت الفرش السنان دي انا غسلتها على فكره، واكيد انتوا شفتوها في اول فيديو. هنا كنت خلصت الميه دي، ميه بكلور. فانا بصراحه محتفظه بيها، هنقع فيها اي حاجه عايزه تتنقع. مش هرميها طبعا عشان حرام يعني.